في موضوع آخر، وخلال زيارة عمل قادته إلى ولاية سيدي بلعباس، عاين وزير الموارد المائية والأمن المائي العديد من المشاريع التنموية من بينها مشروع إنجاز خزان مائي بسعة 20,000 متر مكعب وضع حيز الخدمة للآبار لتزويد ساكنة بلدية سفيزف بالمياه الصالحة للشرب. كما عرفت الزيارة تفقد مشروع إنجاز محطة تصفية مياه الصرف الصحي على مستوى بلدية سيدي بلعباس. التغطية لبسم الأمل بوتنزال. ولاية سيدي بلعباس أكيد القاسي والداني يعلم بأنه فيه بعض التذبذبات وفيه نقص في المياه الصالحة للشرب. مجهودات كبيرة بذلت من طرف السلطات العمومية، لكن كذلك هناك اقتراحات وهناك مشاريع في الأفق اللي راح تكون أؤكد أنها حلول جذرية لمشكلة التزود بالمياه الصالحة للشرب. نحن الآن لا نعمل من أجل إيجاد حلول ظرفية بل حلول جذرية. تكلمت عن المياه البحر المحلات لولاية سيدي بلعباس، هي تدخل في إطار توجيهات السلطات العليا للبلاد من أجل تعميم استعمال محطات تحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي، وكذلك الدخول بهذه المياه في عمق 150 كيلومتر. احنا نعرف بأنه حاليا كاين 5 محطات على المستوى الوطني، 5 محطات بسعة 300 متر مكعب، 300 ألف متر مكعب في اليوم. أكيد أنه هذه المحطات راح تدعم الولايات الساحلية. إذن للحديث أكثر حول الموضوع نربط الاتصال بمراسلة القناة من ولاية سيدي بلعباس بسم الأمل بوتنزال. أهلا بك. إذن ما هي ربما أهم المحطات التي وقف عندها الوزير خلال الزيارة؟ إذن مساء الخير زميلتي، مساء الخير كل متتبعي قناة الوطنية. فيما يخص زيارة العمل والتفقد التي قام بها وزير الري أو نقول الموارد المائية والأمن المائي السيد طه دربال على مستوى ولاية سيدي بلعباس، والتي أشرف عليها ولي ولاية سيد سمير الشيباني نوعا ما، جاءت في الوقت المناسب، خصوصا أن ولاية سيدي بلعباس تعاني من نقص كبير في المياه. إذن من بين النقاط التي توجه لها السيد الوزير بلدية تلموني، بالضبط قرية القواسم، حيث عاين هناك مشروع إنجاز خزان مائي بسعة 20,000 متر مكعب. كما قام أيضا بوضع حيز الخدمة آبار لتزويد بلدية سفيزف بالمياه الصالحة للشرب. أيضا في ذات السياق أشرف على مشروع إنجاز خزان مائي سعته أيضا 20,000 متر مكعب على مستوى بلدية سيدي حمدوش، ووضع حجر الأساس لإنجاز نظام تصفية والخاص بتصفية 450 متر مكعب يومي، والهدف هو حماية سد سارنو. نعم زميلتي، شهدت زيارة الوزير أيضا تفقد العديد من المشاريع بما فيها مشروع إنجاز محطة تصفية مياه الصرف الصحي على مستوى بلدية سيدي بلعباس، وكانت له زيارة أيضا لمحطة تصفية المياه المستعملة، وتفقد أيضا سد الطابية الخاص بحماية مدينة سيدي بلعباس من الفيضانات، والذي تبلغ سعته 25 مليون متر مكعب. نعم إذن حدثينا ربما حول مشروع إنجاز محطة تصفية مياه الصرف الصحي على مستوى بلدية سيدي بلعباس. نعم زميلتي، فيما يخص مشروع تحلية مياه البحر، فقد تم تقديم عرض بخصوص مشروع جلب المياه من محطتي تحلية مياه البحر لشط الهلال بولاية عين تيموشنت، وأيضا البرج الأبيض بولاية وهران. وطبعا هذا ما أكد عليه السيد الوزير، مما يعود بالفائدة على الولاية بطريقة غير مباشرة، حيث سيتم توجيه المياه التي كانت تحول لولاية وهران انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر لولاية عين تيموشنت إلى ولاية سيدي بلعباس مباشرة. نعم، شكرا لك بسم الأمل على كل هذه المعلومات، كنت معنا على المباشر.